السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا واصحابنا واصحاب مبادرة تعالى دمياط داخل وخارج جمهورية مصر العربية. الصدق مع النفس يا جماعة والصدق مع رب العزة بيجيب الصدق مع الناس. أنا أول امبارح عملت عرض على 4 غرف، والأربع غرف مطروحين عندنا في القناة. جالنا النهارده ابو عبد الرحمن، الحمد لله على السلامة يا حاج. مدينة المنصورة أول مرة أتعرف عليه النهارده. جيت حبيبي يا طيب، جيت لقيت أولا الأربع غرف هم ولا لقيت في لا هم اللي انت حاططهم لقيتهم هم. بص للناس لقيت هم نفس اللي هو منزله على اليوتيوب، لقيته هو. سألتني بينك وبيني، قلت لي نقي لي قلت له منك ربنا نقي لي اتقل واحدة. طلعت الأوضة دي، فطلعت الأوضة دي يا جماعة من نصيبه. مش هنقول بقى سعرها خلاص ولا حاجة ومبروك عليه، بس والله موفر. يوم ما يطلع خسران 4-5000 جنيه في النوم فقط، غير السفرة وغير الأطفال. مبسوط في دمياط؟ طبعا، واتمنى ان الناس كلها تيجي، لان ده مش اول تعاملي مع ما هو ده اللي انا بسالك فيه. في ناس، بس بص للناس على بعض، في ناس بتقول علينا ان احنا في بلطجيه في البلد. لا لا لا، ما حدش يصدق اي كلمه من ديت، لان انا اتعاملت مع دمياط كتير ومع حاجته كلها، بس انا اول مره ادخل المبادره لقيتها بسم الله ما شاء الله في المعرض يعني. طيب الاسعار معانا مناسبه ولا الاسعار مناسبه مقارنه بالاسعار العامه وفي المحافظات؟ يعني انا جيت عشان اخد لابني الاوضه واوضه الاطفال والسفره، بسم الله ما شاء الله، يعني السعر متناول، وان هو لسه شاب لسه في متناول الحياه، والنجاره بقى وقوه الشغل. لا الله ينور. يعني انا لما بصيت ولقيت، اقول لكم بصوا شوفوا، مش مجامله او ان انا بجامل، لان انا ما بعرفش اجامل. يعني بص بسم الله ما شاء الله، شفت الشغل عجبني جدا، والتنزيلات اللي هم عاملينها يعني بسم الله ما شاء الله. طيب انا بعد اذن حضرتك رغم وجودك بحب اعمل التوقيع للناس يعني على الشغل ده، بيطلع بسلك بص، الف مبروك الله يبارك للعروسين. يعني بتفائل يعني. عبده اسامه الذات. الناس حفظت اسمي يا جماعه ما شاء الله. لا الف مبروك عليك والله كل الناس. حضرتك اللي عليك الدور تشرفنا داخل مدينه دمياط، بلد الخير وقلعه الصناعه في مصر يا جماعه. ربنا يتمم لكم على خير. الله يكون خاطرك. دمياط يا جماعه بلد الخير وبلد الصنعه وبلد التجاره، وناسها طيبين. اي حد بيقول علينا اي كلمه هو من المنتفعين او ليه غرض شخصي ما، الله يسهل لعباده. انما احنا قدام حضراتكم والشغل قدام حضراتكم. عبد اسامه الزيات، بشكركم حسن الاستماع. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.